مشاهدينا في كل مكان، سعدتم اوقاتا. نشرة الاخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة ارتلين. نستحلها كالعادة باهم وابرز العناوين. مؤسسة القلال والمواشي في مدينة صنعاء تقدم خدمات الحراثة بأسعار رمزية. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية حول إدارة المستندات والممتلكات. دعوة لتعزيز مشاركة المجتمع في المرافق الخدمية بمدينة سلعة. وزير خارجية النيجر يصف المشاورات الدبلوماسية مع روسيا بأنها حدث تاريخي. فصيل حرب يوافق على نزع سلاحه في اتفاق تاريخي مع الحكومة الكولومبية. وفيضانات مفاجئة وأعاصير تضرب أجزاء من أمريكا وتسبب في وقوع قتلى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ظلت تقدم مؤسسة القلال والمواشي في مدينة صنعاء في خدمات الحراثة بأسعار رمزية تمهيدا للاستعدادات الجارية للموسم الزراعي القادم. وأوضح الشاب كبروم تسفلدة المشرف على الأعمال أن الجرارات العشر المشاركة في العمل تقدم الخدمات ب175 نقفة في الساعة، مما أدى ذلك إلى اختتام أعمال الحراثة في 8 إدارات ضواحي من إدارات المديرية ال15. وذكر صعوبة العمل بالنظر إلى كثرة الطلب، داعيا لخلق أوضاع ملائمة من أجل توازن الطلب والعرض مستقبلا. من جهته قال خبير التنمية في المديرية السيد باي مبرهة إن خدمات الجرارات الزراعية المقدمة سنويا في موسم الحراثة بأسعار رمزية قد ساهمت هذا العام وحتى الآن في حراثة 5000 هكتارات. وذكر السيد يماني كيداني مدير ضاحية شاغارو إلى استمرارية العمل الذي لا يقلل الخسائر المالية والعضلية فقط، بل يساهم أيضا في نقل الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة، مشيدا بوفاء وإخلاص الشباب الذين يقودون الجرارات الزراعية. بدورهم أشار المزارعون إلى أهمية الحراثة بالجرارات، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بكل ما يطلب منهم. نظمت وزارة الزراعة في الفترة من الأول حتى 5 أبريل الجاري بأسمر تدريبا حول إدارة المستندات والممتلكات ل56 منتصبا جديدا من العاملين في مديريات الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية بالوزارة السيد إفريم كفلو أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز علاقة العمل بين هياكل الوزارة من أجل ضمان عملية تنسيق وتوفير فعال لإمدادات تنمية الدخل الزراعي. وأضاف منسق إمدادات الدخل في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد سلمون كوخبة أن العمل نفذ لتحسين توزيع المدخلات مثل المحاصيل المختارة والمبيدات الحشرية والأسمدة والمعدات الزراعية على المزارعين، مذكرا إياهم بالعمل الجاد من أجل التنفيذ الفعال لمهمتهم. وأشار مسؤول فرع تحصيل الإيرادات في وزارة الزراعة السيد يوسف تولدي إلى أن 75% من التدريب كان بالتطبيق العملي، وأن المحاضرات كانت 25% منها، وأن التدريب تم وفقا لتوجيهات وزارة المالية، حاثا المتدربين لاتباع الأساليب الحديثة التي يجب العمل بها من أجل تقديم عمل هادف. وأكد المتدربون أن التدريب الذي قدم لهم مفيدا في تحسين الفجوات في أدائهم العملي. قدمت دعوة لتعزيز دور المجتمع من أجل زيادة فوائد مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية صلعة بإقليم القشبركة. وأوضح مدير المديرية السيد وئيل محمد علي أنه منذ عام 1997 وصلت خدمات التعليم إلى 9 إدارات ضاحية، وتم إنشاء 3 مرافق صحية بما في ذلك مركز صحي واحد، وحققت إمدادات مياه الشرب النظيفة تقدما جيدا في 4 إدارات ضاحية، داعيا إلى دفع المساهمة الفاعلة للمجتمع إلى الأمام بهدف ضمان توفير والاستفادة من الخدمات المتبقية. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد فرج كرار إن الجهود المبذولة مكنت المواطنين من تلقي الخدمات الاجتماعية الأساسية بالقرب منهم، بالإضافة إلى مساعي توسيع إمدادات مياه الشرب النظيفة في القرى التي تسير بشكل جيد، مشيدا بدعم ومساهمة المجتمع، ذاكرا في الوقت نفسه تبقى الكثير
الكثير من الخدمات في هذا الصدد. وذكر مدراء إدارة الضواحي حروم وركب وقرقرقرسي والطهرة وهمبكتا أن أعمال تنسيق وتوسيع الخدمات الاجتماعية في مناطقهم تحقق نتائج جيدة تتمثل في تحسين سبل عيش السكان، مناشدين الجهات المعنية للمساهمة في البرامج المخطط تنفيذها مستقبلا. وأضاف السيد وائل محمد علي أن حل مشكلة مياه الشرب ونقص المرافق الصحية بهمبكتا والطهرة من الأولويات، وأنه يتم التنسيق مع قسم المياه من أجل بدء مشروع توفير المياه لإدارات ضواحي بادن لقيتي ومربى بعيد وشرقيت التي تتطلب مساهمة مجتمعية واسعة. أقيم يوم أمس 5 أبريل في أرض المعارض الإكسبو على مستوى الإقليم الأوسط معرضا حول عملية تعليم وتعلم مادة الرياضيات بعنوان تنمية الرغبة الإريترية في الرياضيات. وافتتح المعرض رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والديهانس. وأوضح مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أنه تم تنظيم الفعالية لعرض التحديث والتدريب الذي تم تنظيمه سابقا بهدف معالجة نقاط الضعف في عمل التعليم مادة الرياضيات. وأضاف أن الفرع نظم ندوة عام 2024 وأجرى تدريبات لنحو 800 معلم ومشرف تعليمي لتنظيم أو لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسينه، قائلا إن النتائج المحققة كانت مشجعة. وقال ممثل وزارة التعليم السيد بطرس هيلماريان بدوره إن الجهود تبذل على المستوى الوطني لمعالجة نقاط الضعف في مادة الرياضيات، مشيرا إلى تواصل العمل الفعال لتحسين تقديم مادة الرياضيات على الطلاب. وفي الختام تم توزيع الميداليات والشهادات التقدير على 21 معلما مخضرما قضوا أكثر من 40 عاما في تدريس مادة الرياضيات. كما قامت مدرستا الشهداء وأسمر العامة الثانويتين فعاليات عن يوم الرياضيات إلى جانب فعاليات يوم العلوم الاجتماعية في مدرسة إبراهيم سلطان. وستقيم بقية المدارس فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقل الحرب دعما ماليا مقدما من المواطنين المقيمين بالداخل والمهجر، تلقت مبلغا ماليا ما قيمته أكثر من 800 ألف نقفة. وأفاد رئيس الجمعية السيد في السهية تسوى ميكائيل أن 617,619 نقفة من ذلك المبلغ المالي قدمها فرع الجمعية بالدنمارك وأعضاء فرع الاتحاد الوطني للمرأة بأوفنباردراش الألمانية ومجموعتي صنعاء وعوت نحفاش. بالإضافة إلى ذلك تبرع أعضاء مجموعة بالتوك التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الدنمارك، تبرعوا بمبلغ مالي قدره 270,452 نقفة للمقاتلات ذوي الإعاقة المستعصية من أعضاء جمعية طبايت المقاتلات في مجمع دندن السكني بأسمرة، ومبلغ 23,000 نقفة من قبل جمعية طلبة الكامبوني قدمت لجمعية معاقل الحرب الوطنية. وأكد المواطنون الذين سلموا التبرعات لوكالة الأنباء الإريترية أن الدعم المالي والعيني الذي يقدمه المواطنون في الداخل والخارج هو تعبير عن ارتباطهم بوطنهم واحترامهم للتضحيات التي قام بها المحاربون البواسل. مشاهدونا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وصف وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري المشاورات الدبلوماسية مع روسيا بأنها حدث تاريخي. صرح بذلك في جلسة روسيا وتحالف دول الساحل، وأشار إلى أن المشاورات الدبلوماسية تمثل تغييرا في العلاقات بين تحالف دول الساحل وروسيا، وأن هذا الاجتماع خطوة عملاقة نحو الاعتراف الدولي بالتحالف كواقع جيوسياسي. وصل وزراء خارجية التحالف دول الساحل إلى موسكو بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وفي وقت سابق أفاد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا سيزور روسيا في يونيو 2025.
وقعت الجماعة المسلحة الكولومبية المنشقة عن جيش التحرير الوطني اليساري اتفاقيتين مع الرئيس غوستافو بيترو. وخلال الحفل الذي يقيم في باستو جنوب غرب منطقة الأنديز عرض فيديو يظهر تسليم وتدمير مواد حربية. وأكدت الجماعة أن تسليم المتفجرات والقنابل اليدوية وغيرها من الأجهزة يعد دليلا على رغبة الجماعة في السلام. تمهد هذه الخطوة الطريق لنزع سلاح حوالي 300 مقاتل من كومونيروس ديل سور في نهاية المطاف وإعادة دمجهم في الحياة المدنية. تعد هذه الاتفاقية أهم خطوة نحو السلام منذ تولي بيترو الرئاسة عام 2022 مع خطط لإنهاء الصراع الداخلي في كولومبيا. ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة التي كانت قد تأثرت بالفعل بأيام من العواصف الشديدة التي تسببت أيضا في أعاصير مميتة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأنهار في بعض الأماكن ستستمر في الارتفاع لعدة أيام. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة بوسط الولايات المتحدة في ارتفاع مستوى الأنهار بسرعة، مما دفع إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة من تكساس إلى أوهايو. وقالت خدمة الطقس الوطنية أن كثيرا من المواقع في عدة ولايات من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى، مع إمكانية أن تجتاح فيضانات واسعة النطاق البنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور. الخبر الأخير في هذه النشرة: وجهت الشرطة الإسبانية ضربة قوية للجريمة المنظمة بعد تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين تعمل عبر ميناء فالنسيا، حيث تم ضبط 1000 كيلوغرام من الكوكايين. وفي إطار عملية أشرف على تنسيقها مكتب الشرطة الأوروبية يوروبول، تمكنت قوات الشرطة الإسبانية من اعتقال 20 شخصا في عدد من الدول الأوروبية. وقد جرى توقيف المشتبه بهم في 3 دول أوروبية، حيث تم اعتقال 17 شخصا في إسبانيا وشخصين في بلجيكا وشخص واحد في فرنسا. وجاءت العملية تتويجا لجهود متواصلة، حيث شملت تفتيش 11 منزلا أسفر عن اكتشاف ترسانة كبيرة من المواد ذات الصلة بأنشطة إجرامية. نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مؤسسة الغلال والمواشي في مديرية الصنعافية تقدم خدمات الحراثة بأسعار رمزية. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية حول إدارة المستندات والممتلكات. دعوة لتعزيز مشاركة المجتمع في المرافق الخدمية بمديرية سلعة. وزير خارجية النيجر يصف المشاورات الدبلوماسية مع روسيا بأنها حدث تاريخي. فصيل حرب يوافق على نزع سلاحه في اتفاق تاريخي مع الحكومة الكولومبية. وفيضانات مفاجئة وعاصير تضرب أجزاء من أمريكا وتتسبب في وقوع قتلى. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.